يحصرون الجائزة بين يامال وبين ديمبلي فقط، ونسوا أن هناك لاعب آخر كذلك ممكن يفوز بها اللي هو اللاعب حكيمي. وإلا كان هذا الخبر بصح أخويا حكيمي، أنت اش كتسنى؟ صافي الله يجعل شي بركة، جمع باليستك وسير ديال الدوري الإنجليزي، سير ديال الدوري ديال الكرة وديال المتعة. حكيمي هكا كرة أول لاعب في العالم اللي غادي يلعب 5 ديال الدوريات من احسن الدوريات في العالم، اول لاعب في العالم هو مغربي. اخواني اخواتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يوسف شيبو يدافع عن اشرف حكيمي امام البين سبورت. مانشستر سيتي يضع اشرف حكيمي كخيار الاول لتعزيز مركزه ظهير الايمن. كل التفاصيل غنتعرفوا على هذه الحلقه، ما تمشيو فين، على بركه الله نبداو. الإعلام خصوصا في المراحل هذه ديال خصوصا على المسابقة للجائزة الفوز بالجائزة الكرة الذهبية، لأنه الآن أصبح الكل يعتقد النقاد أو بعض المحللين يحصرون الجائزة بين يامال وبين ديمبلي فقط، ونسوا أن هناك لاعب آخر كذلك ممكن يفوز بها اللي هو اللاعب حكيمي. حكيمي أول شيء إحصائياته وأرقامه اللي يتكلم عليها طيلة الموسم مقارنته بينه وبين ديمبلي. يوسف شيبو كيدافع على اشرف حكيمي وتيقول لهم باللي راه الارقام والالقاب الى اخره، الاحصائيات بصفه عامه ديال اشرف حكيمي انه كتاهلو كتخولو انه يكون هو رقم واحد باش ياخذ الكره الذهبيه، بينما ابو تريكه تيقول لهم يامال هو اللي يستحق الكره الذهبيه. يمين يامال هو اللي غادي يستحق الكره الذهبيه لانه كيمتانا. حنا واش كنشوفوا الارقام والاحصائيات والالقاب اللي خديتي او نشوفوا اللي كيمتانا؟ حتى حنا حاليا دابا نقول كيمتانا رونالدو. نمشيو نعطيو الكره الذهبيه لرونالدو ولا ميسي، ولكن لا، غادي نشوفوا الارقام ونشوفوا الاحصائيات ونشوفوا، يعني ماشي بقات غير في اللعب انه خصو يمتانا، لا بالعكس خصو يكون عنده الالقاب ويكون عنده القاب فرديه والقاب جماعيه وكذلك الموسم اللي قدم. اول شيء انه طيله الموسم من بدايه الموسم وهو متألق دائما مستوى ثابت، دائما ياخذ اكثر نقاط كان تصنيف كان ياخذ في التقييم. ديمبلي ما تبدا الموسم، بدايه الموسم كان سيء جدا، كنا حنا انتقدناه في العديد من المرات مع بدايه الموسم، كان يضيع الاهداف، كان ليس منضبط، كان دائما كثره الاصابات. لكن منذ يناير، منذ الفوز بكأس السوبر اعتقد هنا في الدوحه، تغير اسلوبه، يعني نصف الموسم الاخير هنا فين تألق فريق ديمبلي لا يستحق الكرة الذهبية. ديمبلي لا يستحق الكرة الذهبية. انت ايه حكايتك بقى؟ خص الاعلام المغربي يدافع بقوة على الابن ديالو اشرف حكيمي كما كتدافع فرنسا على ديمبلي. نشوفوا فيديو اخر. وإلا كان هذا الخبر بصح اخويا حكيمي، انت اش كتسنى؟ مانشستر سيتي يضع اشرف حكيمي كخيار الاول لتعزيز مركز الظهير الايمن. صافي الله يجعل شي بركة، جمع باليستك وسير ديال الدوري الانجليزي، سير ديال الدوري ديال الكرة وديال المتعة، سير تمتع كرة مع راسك، ما حد فيك الجهد ومازال صغير وكويري انت وفنان ومخبي في ديك فرنسا راه ما غتنصفكش وما غتعطيك حتى شي حاجة. سير اخويا، اللهم الصلعة ديال غوارديولا. مانشستر سيتي واحد الفريق اللي متكامل وفيه المتعة، فيه الدوري الانجليزي بصفة عامة، فيه المتعة، فيه التنافسية، والبروفيل ديال اشرف حكيمي راه كيوالم هذاك الدوري. ما عنده ما يدير باريس سان جيرمان، ديتي الشامبيونز ليغ مع باريس سان جيرمان صافي خوي، سير شوفك شي فرقة اخرى. سير اصاحبي، عرفتي واحد الكرة تما كي دايرة والله تحس براسك واحد اخر، وانت ماشي شي واحد اللي خرماز. وفين ما مشيتي تلعب تبارك الله الكرة. شي فرنسا اقسم بالله العظيم الا ضيعتي فيها بزاف ديال الحوايج، ضيعتي فيها وقتك بزاف. واخا جبتي ديك الشامبيونز ليغ راه ماشي انت كنتي مخصوص فينا، راه هما اللي كانوا كيحلموا بالشامبيونز ليغ، انت راه ديتي الشامبيونز ليغ هي ما تعزها. اول لاعب في العالم اللي غادي يلعب 5 ديال الدوريات من احسن الدوريات في العالم، اول لاعب في العالم هو مغربي اشرف حكيمي. بدا في الدوري الاسباني ريال مدريد، من بعد مشى الالماني دورتموند، من بعد مشى الايطالي الانتر، من بعد مشى باريس سان جيرمان الفرنسي، من بعد ان شاء الله غادي يمشي للسيتي. الدوري الانجليزي غوارديولا باغيه حيتاش والكر صاي غادي يمشي لغالاتا سراي، والاعين كامله كتجه للظاهر تيجي في المغربي حكيمي. دا الشامبيونز ليغ مع ريال مدريد، دا الدوري الالماني مع دورتموند، دا الدوري الايطالي. رهناش انه يتتوج مع المنتخب المغربي،
لان اشرف حكيمي دا كل شيء اشرف حكيمي. بقات له كاس افريقيا. كنتمناو ان شاء الله هاد كاس افريقيا اللي غتقام عندنا في المغرب في 2025 انه يتتوج بها. حتى الاسطوره المصريه كابتن محمد ابو تريكه ما بيدعمش اشرف حكيمي ايضا للاسف الشديد. كابتن محمد ابو تريكه زي كابتن عصام الشوالي زي كابتن وائل جمعه زي باقي محللين قنوات البين سبورت. في ايه يا جماعه؟ في ايه يا جماعه؟ المفروض ان احنا ندعم ابن المغرب اللي من اشقائنا واخواتنا. في ايه يا جماعه؟ اشرف حكيمي كسر وحطم الارقام. لما الاقي كابتن ابو تريكه طالع يقول اللي جميع المحللين كيدعموا يمين يامال ولا ديمبيلي وكيقصيو اشرف حكيمي. مني كل الاحترام والتقدير اسطورتنا المصريه اللي انا بحبه وبعشقه وبحترمه جدا جدا، ولكن انا مختلف معاك في هذه الجمله، مختلف معاك في الكلام اللي انت قلته. بدل ما تطلع تقول انا بدعم اشرف حكيمي لانه مدافع واللي عمله في هذا الموسم مفيش مدافع في العالم قدر يعمله قبل كده، بدل ما تطلع تقول ان اشرف حكيمي اللاعب العربي اللي كسر وحطم الارقام واللي عمل موسم خيالي انا بدعمه انه يفوز بجائزه افضل لاعب في العالم. باش تعرف المشكل باي بيناتنا حنا العرب، باش تعرف المشكل بيناتنا حنا العرب ما كندعموش بعضياتنا وكنحقروا ريوسنا، كنحقروا حتى ريوسنا. يعني باش نقول هذا ولد بلادي ندعمو ونوقف معاه وكذا، وهذا راه عربي وراه في القاره الافريقيه وانا افريقي وانا كذا، لا خصني ندعم البراني. وهذا هو الاشكال وهذا هو المشكل اللي كنطيحوا فيه. الصحافه ديال زيكو سول واحد الصحفي جزائري صحفي اخر قال له شنو تشجع، واش تشجع الكونغو الديمقراطيه ولا المغرب؟ سمع شنو قال له. يلعبوا مع والو نسيبورتي الوالو. قال لهم يلعب المغرب مع والو ونسيبورتي والو. والله العظيم. يلا المغرب كونغو، الكونغو كونغو. انت ايه حكايتك بقى؟ أشهر صحفي فرنسي نوض اليوم الروينة بهذا الشيء اللي قال على أشرف حكيمي. أشاد الصحفي الفرنسي الشهير بيرمينيس بالنجم المغربي أشرف حكيمي، مؤكدا أنه من أفضل الأظهرة في العالم لما يملكه من سرعة فائقة، مهارات مراوغة ودقة في التمرير. واعتبر مينيس أن تألق حكيمي مستمر نتيجة الانضباط والعمل الشاق، مع احتمال أن يكون من أبرز المرشحين للجوائز الفردية العالمية. صوت العارضة ينادي. بابا كي تسمعات ولا الصحافه ديالنا ما فيكمش النفس زعما تدافعوا على ولدنا، باش ما نتقدوش كتبوا مقالات وتطلعوا الهاشتاج تعرفوا بان المغاربه واقفين مع ولد بلادهم. كاع الصحف كتشجع ولد بلادهم الا حنا الصحف ديالنا غير في التفاهه. شجعوا ولد البلاد صاحبي، وقفوا معاه راه مغربي. اللي وقع الحكيمي شنو كتفضلوا؟ واش ينتقل مانشستر سيتي ولا ريال مدريد؟ مانشستر سيتي خاصهم داير ايمن حد انكوار. بالرغم انني كنشجع ريال مدريد الا انني كنفضل اشرف حكيمي انه يمشي الدوري الانجليزي الممتاز مانشستر سيتي. ريال مدريد كدير المستحيل باش ترجع حكيمي، يستخدموا الورقه ديال مبابي للصديق ديالو المقرب. اخواني اخواتي، وصلنا لنهايه الحلقه. ما تنساوش اننا كنستريميو في كيك من 9 ديال الليل حتى ل 12 ديال الليل، اننا كنستريميو في كيك، والرابط نتاع كيك غادي نخليه لكم في الوصف. وما تنساوش انكم تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس فضلا وليس امرا.